السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. تحية خاصة إلى كل الإخوة والأخوات المشتركين والمشتركات الأوفياء الداعمين للقناة من خلال الاشتراكات المهمة، وأيضا نسب المشاهدات والبارتاج، وهذا الشيء مهم ومكسب حقيقي للقناة. أيضا لا ننسى تعاليقكم، تهمنا دائما كيفما كانت نوعها، سواء كانت إيجابية أم سلبية. بالنسبة للإخوة لأول مرة غيشاهدوا القناة، أيضا اشتراك ولايك وبارتاج هذا الفيديو، أيضا واحد التعليق ولو بسيط جدا، هذا فضلا وليس أمرا. حاول أنك دائما تشاهد كل المحتويات من الأول إلى الآخر، وبعد ذلك يمكنك أنك تحسم هل ستضع اشتراك أم العكس، لك كامل الحرية. بالنسبة للفيديو ديال اليوم، صراحة كنت البارح باغي ندير هذا الفيديو، لكن ارتأيت أنني نبحث في مواقع التواصل الاجتماعي باش نعرف حيثيات هذا الموضوع اللي عنده علاقة بالمملكة المغربية، بالسياحة، بالنظرة الجميلة اللي كياخذوها عنا الأجانب وأيضا المغاربة. واحد الفضيحة اللي هزت المملكة المغربية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. فيديو ديال واحد الشرطي مغربي، يعني عملية ابتزاز لأجنبي من خلال عملية ديال المرور. يعني هاد الأجنبي ربما دار مخالفة، لكن هذا الشرطي وقع في المحظور، وخاصة أنه ضابط الشرطة. وهذا الفيديو يروج له كثيرا، يعني وانتشر انتشار النار في الهشيم، يعني واحد السرعة كبيرة اللي انتشر بها هذا الفيديو على جميع منصات التواصل الاجتماعي. هذا الفيديو يبين ابتزاز الشرطي لمواطن أجنبي يهز المنصات الاجتماعية ويستدعي تدخل السيد المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي. يعني كثير من العناوين اللي تكلمت على هذه الفضيحة وهذا الأمر الخطير اللي وقع فيه هذا الضابط ديال الشرطة. توقيف شرطي للاشتباه في تورطه في طلب رشوة. يعني هذا الفيديو اللي كل المغاربة شافوه بهذا المعنى. غادي نحاولوا أننا نتكلموا على هذا الرشوة أو شبه الرشوة، رغم أن هاد ضابط الشرطة ما خادش من عنده هاد 100 درهم، ولكن الكل موثق من خلال هذا الفيديو. يعني فضيحة من العيار الثقيل. بالنسبة لهذه الفضيحة ديال هاد ضابط الشرطة اللي تم الإيقاف ديالو عن العمل من أجل التحقيقات، اهتزت مدينة مراكش. لكن قبل ما نبداو في الفيديو، حنا كصانع محتوى نحاول أننا نوصلوا الخبر كما شاهده كل المغاربة. يعني دائما نبقى محايدين، لأن هناك سلطة اللي عندها الحق على أنها تقرر هذه الرشوة في حق هذا ضابط الأمن، لأنه كاين عديد من الإخوة اللي كيتكلموا على هذا الموضوع وعندهم واحد الآمال أن هذه القضية، يعني أن هذا الضابط الأمن يأخذ الجزاء ديالو، لأنه يمثل كل المغاربة. ربما هذا الضابط الأمن شوه بهذا المعنى صورة المغرب، وخاصة في المجال ديال السياحة بالمغرب. اهتزت مدينة مراكش مساء أمس على وقع فضيحة مدوية، ويتعلق الأمر بانتشار فيديو لشرطي يبتز سائقا أجنبيا من أجل الحصول على رشوة لا يتعدى قدرها 100 درهم مغربية. وكما ورد في الفيديو، فالشرطي المذكور خير السائق المخالف بين أداء غرامة قانونية بين 300 و 400 درهم أو رشوة تقدر ب100 درهم مقابل تغاضي عن الغرامة وعدم تسجيل المخالفة.
يعني بالله عليكم هاد ضابط الأمن يعني واش كيفكّر ولا ما كيفكّرش؟ فالقيمة ديالو ضابط أمن. وتحية من منبر هذه القناة إلى كل أفراد ديال الشرطة بالمملكة المغربية، لأنه كاين ناس في هذا الدومين اللي عندهم واحد الشيء جميل أنهم كيقوموا بالعمل ديالهم على أحسن وجه، وكيزيدوا يبينوا صورة المغرب، الصورة الحقيقية للمغرب، على عكس هذا ضابط الأمن اللي فكر فقط على أنه عوض أنه يدير لهذا المخالف، هذا الأجنبي، مخالفة ديال 300 درهم أو 400 درهم، فكر فقط أنه ياخذ 100 درهم، لم يفكر في العواقب. وخاصة أننا كنعرفوا ضابط الأمن عنده واحد المرتب اللي مهم جدا، لكن دائما هناك الصالح وهناك الطالح في كل القطاعات. في كل القطاعات نجد ناس اللي شرفاء وناس اللي فاسدين بهذا المعنى. يعني لا يجب أن نتكلم على قطاع الشرطة بصفة عامة، نتكلم على هذا الفيديو لأننا نناقش موضوع يهم هذا ضابط الأمن اللي وقع في المحظور. أما بالنسبة لأغلب الناس اللي خدامين في هذا القطاع فكلهم ونسبة كبيرة نرفع لها القبعة إجلالا واحتراما للعمل الدؤوب والعمل الجاد اللي كيقوموا به. يعني ما يمكنش أننا نديروا هاد الناس كلهم فاسدين، لكن دائما نتكلموا على هذا الضابط الأمن اللي يعني دار راسو في واحد الموقف اللي سيء جدا. لكن عندما طالبه السائق بالاتصال بمصلحة الديمومة للحضور أو الذهاب لدائرة الشرطة، حاول الالتفاف على الأمر وتغيير الموضوع وإنهاء القصة بأقل الخسائر الممكنة، كما شاهدنا جميعا من خلال الفيديو الفضيحة. يعني لا الشرطي دار العمل ديالو على أحسن وجه، وهذا الأجنبي استفاد، يعني ما خاد لا مخالفة لا والو، وفضح هذا ضابط الشرطة. يعني كان بالأحرى أن هذا ضابط الأمن يدير الخدمة ديالو، يدير ليه مخالفة ويخلص 300 درهم ولا 400 درهم، وكما كيقول المثل المغربي ومريضنا مع الدباس. يعني دابا شكون اللي استفاد؟ هو هذا الأجنبي استفاد من جوج ديال الجويه. يعني استفاد أنه ما خلصش هاد المخالفة، واستفاد أنه فضح الفساد ديال هاد ضابط الأمن اللي فكر فقط أنه يأخذ 100 درهم، ولم يفكر كما تكلمت في العواقب الوخيمة اللي غادة تعود عليه وأيضا على العائلة ديالو بكل المساوئ. يعني هاد ضابط الأمن واش ما فكرش في الأسرة ديالو، في الأبناء ديالو؟ وهذا الشيء اللي يمكن لنا أنه يدخل في الجانب الاجتماعي. لكن نكملوا ونناقشوا هذا الفيديو المذكور اللي انتشر انتشارا ناري في الهشيم، وشاهده ملايين ديال المغاربة إن لم نقل كلهم تقريبا، وصدموا بما رأوا من عملية ابتزاز مباشرة لمواطن يبدو أنه أجنبي من خلال لغته الفرنسية. وقد تفاعلت مديرية الأمن بسرعة مع الفيديو وأوقفت الشرطي المعلوم ووضعته تحت التحقيق لمعرفة كل ملابسات هذا الحادث الذي هز مدينة مراكش تحديدا وباقي أنحاء المغرب على وجه العموم. وقد طالب رواد منصات التواصل الاجتماعي بأقصى العقوبات في حق الشرطي المخالف، خاصة وأنه تعمد ابتزاز السائق ومطالبته برشوة مقابل عدم تسجيل مخالفة في حقه. لكن السائق وثق القصة كاملة بالصوت والصورة، وهي إدانة صريحة للشرطي. كاين بعض الإخوة اللي ربما تيقولوا، وخاصة واحد المنظمة ديال حقوق الإنسان اللي تكلمات ودافعت عن هذا الشرطي. يعني هذا خطأ من جهة اللي كتدافع على الحقوق ديال الإنسان، يعني خاصة تدين هذا العمل اللي قام به هذا ضابط الأمن، يعني ماشي تدافع عليه.
خاصة إدانة رسمية من خلال الجمعية ديال حقوق الإنسان. كاين بعض الإخوة اللي كيتكلموا على أن هذا الأجنبي ما عندوش الحق أنه يصور هذا الفيديو. ربما هناك جهات اللي مسؤولة، وخاصة الجهات ديال القضاء وديال الشرطة العلمية، لكن الشيء اللي مهم جدا وهو أن هذا التوثيق وهذا الفيديو اللي داره هذا الأجنبي فهو يعتبر كحماية له وكدليل أو حجة رسمية على تورط هذا ضابط الشرطة في عملية الابتزاز وطلب رشوة. ففي لحظات باشرت ولاية أمن مراكش بحثا إداريا لتحديد التجاوزات المهنية والإخلالات الوظيفية المنسوبة لموظف شرطة برتبة ضابط أمن يعمل بفرقة السير الطرقي بعاصمة النخيل. البحث الذي فتحته أمن مراكش يهم الشق الإداري للوقوف على ملابسات تجاوزات شرطي المرور المفترضة، وذلك بغرض ترتيب المسؤوليات التأديبية والقضائية اللازمة عند الاقتضاء والضرورة. هذا وقد أصدرت مديرية عبد اللطيف الحموشي بلاغا في النازلة، وقد أكدت من خلاله قرارها القاضي بتوقيف الشرطي المرتشي عن العمل بشكل مؤقت تطبيقا للمقتضيات التأديبية الواردة في النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني. وجاء في بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني أن المديرية أنها تعاطت بجدية كبيرة مع التسجيل المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق قيام موظف الشرطة بمحاولة استخلاص مبلغ مالي من سائق سيارة مخالف لا يطابق ذلك المنصوص عليه بمحضر المخالفة الجزافية، وهو السلوك الذي يفتح شبهة محاولة تحصيل هذا المبلغ على سبيل الرشوة. يجب أن يعاقب الشرطي المذكور بطرده من العمل، خاصة وأنه ضبط متلبسا، والفيديو خير شاهد على عملية ابتزاز السائق. وقد جاء في البلاغ أن التوقيف مؤقت لكون المتهم بريء حتى تثبت الإدانة دياله، والقضاء من سيدينه وهو الذي سينهي ما بدأ من خلال الفيديو الذي شاهده أغلب المغاربة وشاركوه على نطاق واسع في جميع منصات التواصل الاجتماعي ليصل للمسؤولين، وهو ما كان بالفعل، حيث رصدته الجهات المكلفة بمديرية الأمن وتفاعلت معه بسرعة كبيرة. مثل هذه الحوادث تسيء لبلدنا المغرب، وعلى القضاء أن لا يرحم مثل هذه الحالات التي تشجع على الفساد والإفساد. ومثل هذا الشرطي مكانه السجن، لأنه لم يحترم الزي الذي يرتديه، ولم تقنعه أجرته، ولم يوقر الهيئات التي تشغله. سلوك الشرطي غير مقبول بتاتا، ولو لم يتم توثيق الحادث لكرر الأمر مرات ومرات مستقبلا، فهو بفعله الشنيع لم يخشى الله ولم يخشى مسؤوليه، وما فعله يوصف بانعدام الضمير المهني. وهذه رسالة لكل مرتشي، سواء الشرطة أي قطاع من قطاع الوظيفة العمومية أو في أي قطاعات أخرى. في آخر هذا الفيديو كخلاصة لهذه الفضيحة، فضيحة بمعيار ثقيل جدا، شيء اللي صدم كل المغاربة، وخاصة الطريقة اللي تكلم بها هذا ضابط الأمن مع الأجنبي مقابل مبلغ زهيد جدا. نستحي أننا نتكلم عليه مبلغ 100 درهم، والشيء اللي ربما مستقبلا غيكون عنده واحد الأثر سلبي على الحياة ديال هذا ضابط الشرطة، وأيضا على المسار المهني ديالو، وأيضا عنده نتائج أخرى اللي غتكون عندها واحد الآثار اللي مدمرة جدا على الأسرة ديالو. اللي كنتمناو أن هذا الفيديو يكون ماشي فقط الناس يتفرجوا فيه فقط، وإنما يستافدوا من هذا الفيديو المتداول ديال هذا الشرطي ضابط الأمن، أنه يكون عبرة لكل من سولت له نفسه أنه يقضي واحد العمل مقابل أجر. يعني هذا الشرطي ربما لم يفكر كما قلت في الأول في العواقب، ظن أنه ربما هذا الأجنبي
كلام عابر وليس موثقا، لكن الأجنبي ربما عنده أدوات تقنية اللي استطاع أنه يتم تصوير كل ما جرى بينه وبين ضابط الأمن، الشيء اللي يبين بواحد الطريقة اللي واضحة المعالم أن هذا ضابط الأمن وقع في مشاكل لا تحمد عقباها. اللي كنتمناو في آخر هذا الفيديو أن إلا بقيتي معنا حتى لهذا التوقيت يمكن لك أنك دير اشتراك ولايك وبارطاجي هذا الفيديو، أيضا واحد التعليق ولو بسيط جدا، هذا فضلا وليس أمرا. دعمكم للقناة شيء مهم. وفي آخر هذا الفيديو أقول لكم شكرا على الدعم ديالكم للقناة وتحياتي، وانتظرونا في المساء مع فيديو جديد، فيديو متنوع، وشكرا مرة أخرى، تحياتي.